في نوعية من البشر كده شاطرة قوي في حاجة واحدة بس، إنهم يستفزوك. كلمة من تحت لتحت، نظرة كفيلة تضايقك، تعليق يبان إنه هزار بس هو سم في عسل، وفجأة تلاقي دمك غلي، صوتك عالي، واتسحبت المستوى عمرك ما كنت تتخيل إنك تنزله. بس خليني أقولك الحقيقة المرة، أول ما بتتعصب أنت كده خسرت. مش بس خسرت الموقف، لأ أنت خسرت سيطرتك على نفسك. النهاردة هنتكلم عن أخطر سلاح نفسي تقدر تستخدمه ضد أي حد بيحاول يستفزك. سلاح مش محتاج زعاق ولا رد قاسي ولا إهانة، سلاح اسمه البرود. والبرود هنا مش معناه ضعف، البرود قوة مرعبة. في علم النفس في مفهوم اسمه التحكم في الإطار. الشخص اللي بيحدد الجو النفسي للموقف هو اللي بيبقى مسيطر. اللي ينجح إنه يخليك تغضب هو اللي رسم الملعب، وانت دخلت تجري فيه زي ما هو عايز. لكن أول ما ترفض تدخل لعبته، الملعب كله بيتهد فوق دماغه. اللي بيستفزك ده بيبقى مستني رد فعل، عايز يشوفك متوتر مهزوز، عايز يحس إنه قادر يحركك. انت بالنسبة له زرار وهو بيدوس عليه. طيب تخيل بقى يدوس على الزرار ومفيش أي حاجة تحصل. أول تقنية السكوت الواعي. لما حد يرميلك كلمة سم، بدل ما ترد في ساعتها، اسكت. بص في عينه تانيتين تلاتة بابتسامة خفيفة قوي. السكوت ده بيخلق توتر مش طبيعي، والمتوتر الحقيقي هنا مش هيكون انت، هيكون هو. المخ ما بيحبش الفراغ، فلما ما بردش هو بيبدأ يشك في نفسه. هو زعل؟ هو فهمني؟ هو بيتحشاني ليه؟ وهنا السيطرة بتتنقل ليك انت. تاني تقنية الرد البارد المختصر. بدل ما تدخل في جدال، رد بكلمة واحدة تقفل الكلام. ممكن، تمام، لو انت شايف كده، ماشي. الردود دي بتقتل أي محاولة لفتح خناقة. اللي قدامك بيبقى عايز خناقة، وانت ببساطة بتقوله أنا مش لاعب. في قاعدة في علم النفس بتقول إن أي سلوك بياخد رد فعل بيزيد، وأي سلوك بيقابل برود بيموت. يعني لما كل مرة حد يستفزك ترد عليه بعصبية، انت كده بتدربه إنه يستفزك أكتر. لكن لما تقابله ببرود، هو بيتعلم بالوقت إن مفيش فايدة معاك. تالت تقنية اقلب الترابيزة بهدوء. لما حد يقولك مثلا انت دايما بتغلط في شغلك، بدل ما تدافع عن نفسك قوله ممكن توضح لي أكتر قصده إيه بالظبط. هنا انت عملت حاجتين. أولا خليته هو اللي يبرر كلامه ويتعب نفسه. ثانيا خليته يفكر بدل ما يهجم. والناس اللي بتستفز غيرها غالبا كلامهم بيبقى سطحي، فأول ما تطلب منه توضيح ثقته بتتهز فورا. رابع نقطة وهي الأهم، افصل بين الكلمة وبين قيمتك. أغلب الاستفزاز بيجيب نتيجة لأنه بيلمس حاجة جواك، خوف، نقص أو شك في نفسك. لو حد قالك أنت فاشل والكلمة دي هزتك، يبقى في جزء جواك مصدقها. لكن لو أنت واثق في نفسك بجد، الكلمة دي هتعدي من جنبك زي الهوا. افتكر القاعدة دي، اللي واثق مش محتاج يثبت. كل ما محتاج تدافع عن نفسك بحرقة، كل ما ده معناه إنك مهزوز من جوه. أقوى رد ممكن تعمله أحيانا هو إنك تكمل حياتك عادي جدا. البرود العملي. حد حاول يقلل منك قدام الناس، ابتسم وغير الموضوع وكمل كلامك كأن مفيش دبانة حتى عدت من قدامك. هو بيبقى عايز يشوفك بتنهار، لما ما تنهارش صورته هو اللي بتتهز قدام الكل. لازم نفهم حاجة واضحة، البرود مش إنك تكتم غضبك وتتحرق من جوه. البرود هو إنك تختار رد فعلك بمزاجك. في فرق كبير بين إنك تكون هادي لأنك ضعيف، وإنك تكون هادي لأنك قادر تولع الدنيا بس قررت ما تعملش كده. الهدوء الواعي هو أخطر سلاح تقابل بيه أي شخص مستفز. جرب كده المرة الجاية حد يضايقك، قول له بكل برود أنا مش مهتم أدخل في النوع ده من المناقشات. بس كده، جملة قصيرة محترمة وقطعة. هتلاحظ إن الناس مش متعودة على النوع ده من الردود، هم متعودين يا إما تهاجم أو تدافع، لكن تجاهل واعي ده بيربكهم تماما. وأحيانا أذكى حركة هي الانسحاب. مش كل معركة تستاهل إنك تضيع طاقتك فيها. في ناس هدفها الوحيد إنها تنزلك لمستواها وتكسبك بخبرتها في القاع. افتكر دايما، الشخص اللي بيعرف يتحكم في أعصابه هو اللي بيعرف يتحكم في الموقف كله. انت مش مطالب ترد على كل حد، ولا تبرر نفسك لكل حد، ولا تكسب كل جدال. اللي بيستفزك ده حرامي طاقة، وأغلى حاجة عندك هي طاقتك. في النهاية البرود مش تمثيلية، ده تدريب. كل مرة بتختار فيها الهدوء بدل الغضب، انت بتقوي عضلة السيطرة جواك. ومع الوقت هتكتشف ان اكتر حاجة بتحرق دم اللي قدامك هو انه يحس انه مش بيحركك. ساعتها بس هتعرف انك كسبت.